رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد يصل إلى الملعب لمتابعة اللقاء، وتحية من طرف كل الانطلاقة. ويكيني عنده الكرة، يكيني يعود للوراء لصالح نيجيريا. منال في اتجاه ماجير وأمام مراوغة رائعة ومخالفة. مراوغة الجزائر. ماجير شوف المراوغات الفنية عند ماجير ومخالفة. لاعب خطير، ينبغي الحراس. عماني في اتجاه صايب وجاني قذفة قوية والهدف. قذفة قوية والهدف. وجاني حقيقة يسجل الهدف الأول. وجاني اللي في الحقيقة ما يبذلش مجهودات، يظهر عليه انه يضيع كرات، لكن في كل مرة يخادع الحراس بقذفاته القوية. شفناه انه ضيع عدة كرات، لكن سجل هدف ممتاز وفتح المجال للفريق الوطني. شوف الإعادة والقذفة القوية اللي ما كانش ينتظرها الحارس ألوي. قذفة قوية ما كانش ينتظرها الحارس ألوي، والهدف الأول بالنسبة لأوجاني. شكرا لأوجاني على مخادعة الحارس العثماني، لكن ببراعة الحارس العثماني. كانت قذفة قوية والحارس العثماني كاد أن يفاجئ الحارس العثماني. شوف الطريقة اللي نفذ الفريق الوطني اللي بذل مجهودات كبيرة طيلة هذه الدورة بفضل إمكانيات ومجهودات كل اللاعبين وكذلك المسيرين، وعلى رأسهم السيد عبد الحميد كرمالي في هذا اللقاء، وكذلك سعدي نور الدين، فرقاني علي وعبد الوهاب. كلهم بذلوا مجهودات من أجل نيل هذه الكأس. ونقدر نقول أن السيد عبد الحميد كرمالي اللي كان صرح وهكذا إذن يفوز الفريق الوطني بهذه الكأس 17. فوز مستحق. إذن لأنها أولا انتصار جزائري وانتصار عربي وإفريقي. وهكذا سيد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد يهني قائد الفريق رابح ماجير وسيسلم الكأس. هكذا رئيس الجمهورية هو الذي يسلم الكأس لقائد الفريق ماجير رابح. وفرحة كبيرة للفريق الوطني، فرحة كبيرة بنيل هذه الكأس السابعة.